سأل حضرتك لو الجنابه او انا جنب ازيل الجنابه اول حاجه طهر. اول شيء ان يزيل مكان الاذى اللي هو الاستنجاء، وبعدين يتمم اعضاء الوضوء يعني يتوضا، وبعدين يغسل راسه 3 ويدلك، وبعدين يعمم جسده بالماء. هم 5 حاجات. الاولى فيهم النيه اللي هو نيه رفع الحدث الاكبر. بعد ما ياخد النيه، هو اكيد طبعا النيه دي حاجه ثابته موجوده. بعدين النية دي لازم تبقى محلها القلب ولا ينفع يقول لازم يقولها؟ لا، محلها القلب، مش محتاج ان هو يقول. يبقى هيدخل الحمام، اول حاجه ازاله مكان الاذى وهو الاستنجاء، بعد كده يتمم اعضاء الوضوء، يتوضا وضوء كامل، بعدين يغسل راسه 3 ويدلكها. والمراه بالنسبه للمراه ليس لها ان تفك ضفائرها، ان كانت عندها ضفائر لا تفك ضفائرها، انما المراه تفك ضفائرها اذا كانت حائض وهي تغتسل من الحيض، يشترط هنا ان تفك الضفائر. اما في الجنابه فلا يشترط عليها ان تفك الضفائر بتاعتها. وبعد كده يعمم جميع الجسد بالماء اليمين الاول. يبتدي بالشق الأيمن مش مهم. ليس شرطا، هذه يعني دي فيها متسع في الفقه، ولكن المهم تعميم الجسد بالماء كما جاء في نص الايه: وان كنتم جنبا فطهروا. وربنا بين موضوع الغسل بهذه الكيفيه، ان هي لو واحد نزل في البحر وطلع خلاص هذا يعتبر انه مغتسل، ولكن يشترط فيه النيه، ان ينوي بهذا الغطس اللي هو عمل وطلع ده اللي هو نيه رفع الحدث الاكبر اللي هي الجنابه. نعم. طيب في ناس يعني لو ايه سقط من دول يبقى هو لسه جنب. لو ايه اللي سقط من اللي حضرتك قلته من ال5 حاجات دول؟ يعني لو ما نواش هو داخل ان هو سقطت النيه هو بيستحمى عادي. لو سقطت النيه خلاص يبقى يفضل جنب. يفضل جنب مع حتى بالرغم من استحمامه. ما هو استحمى، هو داخل استحمى بصابون وبتاعه خلاص. ما اسموش غسل، انما الغسل ماء طاهر بلا صابون. طيب حاجه ثاني، لازم يتوضا. افرض نسي ان هو الميه خلاص هو لا بأس. شوف لو انا قلت في الاخر كده قلت لو واحد نزل غطس كده في الميه في البحر وطلع، بس كانت تسبقها النيه انه هو دخل بالنيه دي، دخل بنيه رفع الحدث ونزل في البحر وطلع خلاص صحت هذا صح. تمام. برضه في سؤال ناس كتير بتساله، لو حصل انه كان جماع في ليل رمضان، فنوى الصيام جاي الفجر عليه ودخل في اليوم عادي جدا صيامه كامل ويغتسل او يعني اذا نام ولم يستيقظ حتى اذان الفجر ولم يستيقظ الا في الصباح فله ان يغتسل فورا وصيامه صحيح. تمام. القراءه في المصحف هل تستوجب؟ القراءه في المصحف لها امرين. اما ان يكون القراءه للتعبد، وهنا يستلزم ان يكون الانسان على طهاره وان يكون متوضئا. خلاص. الامر الثاني ان تكون القراءه للتعليم والتعلم، او في مواصلات او في عربيه او في اتوبيس او في حاجه وهو بيعمل الكلام ده كله. وعلى هذا فانه يستلزم ان يكون طاهرا من الجنابه الكبرى، يعني ما يبقاش عنده جنابه من الحدث الاكبر، لكن ممكن لو هو يعني منتقض وضوءه يجوز له ان يقرا اذا كانت القراءه بهدف التعليم او التعلم، او ان واحد ماشي في عربيه او في حفظ او في يعني بيقرا في المواصلات. لا برضه في رمضان عادي، لا باس كل ذلك لا باس فيه. الشرط ان يكون طاهرا من الجنابه. لكن إذا كانت القراءة المقصود بها التعبد بهذه القراءة كمن يختم القرآن في رمضان فيشترط اللي هو بنية إنه يختم القرآن ده لازم يتوضأ. النساء في بيوتهم طبعا في المسجد معروفة ما فيش خروج أصلا من البيت، إحنا بنتكلم الشرع بالحجاب مثلا. لكن لو هي في بيتها ينفع لازم تبقى قاعدة يعني لابسه الطرحه او يعني متحجبه وهي قاعده وهي بتقرا قران. اذا كانت القراءه للتعبد ايضا فينبغي ان تكون على حجاب وان تكون على وضوء وان يكون الانسان يستحب ان يكون مستقبل يعني القبله. لان الملائكه تحضر، والملائكه لا تحضر في امراه تكشف عورتها والشعر من العوره. تمام. يبقى احنا نعمل القصه دي. طب لو واحده بقى ست كبيره في السن، ربنا قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، فجاز لكبيره السن ان تقرا بعض رجلها ظاهر وبعض صدرها، جاز لها ذلك لانها من القواعد. انما الثانيه لسه شابه فخلاص يبقى لابد ان تحافظ على هذا على هذا النطاق يعني. تمام. ام كريم بقى حللها مشكلتها. هي متجوزه معاها ولد وبنت، كانت متجوزه يعني لا متجوزه واحد تاني دلوقتي. المهم الولد والبنت، الراجل اتجوز هو رخر ابو العيال ومراته مش طايقه الولد وهي جوزها رخر مش طايق الولد. تعمل ايه في ابنها؟ الحقيقه بالنسبه لها لا اثم عليها فيما اختارت. هي اختارت ان تتجوز، لا اثم عليها في هذا حق شرعي ما حدش يقدر يتكلم فيه. الحاجه الثانيه ان الولد راح للاب، ده شيء ما فيش فيه مشكله، ولكن الاثم هنا على الاب ان كانت المعامله قاسيه، لان الاب ينبغي ان يربي ولده وان يقوم على تربيته وان يقوم على حفاظه. وهو متجوز واحده بقى ثانيه، الواحده الثانيه بقى مش طايقاه، هو عليه ان هو يوفق فيما بين الطرفين وان يكون قوي الشخصيه في هذه المساله. فانا عايز اطمنك يا ام كريم، انت لا اثم عليك فيما فعلتي ولا ضرر عليك فيما فعلت في شيء انك انت اتجوزتي ولا كذا وانه خد الولد بحكم القانون او ما الى خلافه. لا عليك شيء من هذا على الإطلاق، إنما الإثم يقع على الأب في حال التقصير في هذا الابن
ولكن الزمي الدعاء لولدك ولزوجك ولمطلقك لعل الله ان يهدي الجميع. لكن هي كفالة الولد بالاساس على الوالد، على الاب. على الاب، هي معلش. طيب الاب جرى له حاجه لا قدر الله، حصل حاجه يعني دلوقتي هو مش عايز، لكن حتى توفي يرجع للام. لا يروح في سكه عيله الاب ولا في عيله الام؟ المفروض يروح في عيله الاب. في عيله الاب عشان هو ده عصب وله عصبات، هتبقى دي عمته محرم عليه وهتبقى دي كذا وهكذا، يعني يروح في عيله الاب في العصبات. لكن احنا المفروض ان القانون ينظر الى هذه النظره، نظره المصلحه العامه، يعني ينظر المصلحه العامه تكون فين. طبعا القانون في هذه المساله احيانا قد يخالف الشرع بان هو يحط الولد عند امه مثلا بيبقى عنده 15 سنه وبعد كده بالاختيار والبتاع، هذا كلام يعني المفروض يبقى المساله مش واحده طلعت في مجلس الشعب تقول كلمتين بقين كده فيقولوا على طول يصدر قانون والدنيا وتضر ناس كثيرين جدا. احيانا يكون الاب مقصر. لا وضح انت عايز تقول ايه يعني؟ عايز اقول ان في حد كان الاول فيه قانون. لا يعني ايه الماده اللي مش عاجباك يعني؟ الماده اللي بتاعت اللي المفروض كان الابن الذكر يقعد مع الام المطلقه لما يبقى عنده 6 سنين، واول ما يدخل الدراسه يلحق بابوه. النهارده طلعت واحده عضو في مجلس الشعب راحت عملت لنا طلب، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قصفها من المجلس، فراحت عملت الكلام ده، راحت اداها 15 سنه للولد. 15 سنه ابني لما يرجع بعد 15 سنه ازاي يتاقلم مع اخواته التانيين اللي من ام ثانيه؟ ازاي هيتاقلم مع الاب؟ ازاي صح ايه؟ الدين ما يقولش كده، الدين يقول ان الولايه للاب. الولاية للأب. فإذا كان الأب رجل قاصر أو رجل مجنون أو مريض أو لا يؤتمن عليه فالولاية تنتقل إلى أبو الأب أو إلى العصبات. لكن أنا عايز أقول إذا كان الأب مش كويس والأم احتضنته فالمحكمة تدي للأم، ما في مشكلة. إذا كانت الأم مش كويسة الأب احتضنه فلا بأس. إذا كان هناك معين لازم يبقى في حضانة الأم على طول لغاية 6 سنين. ما احنا قلنا لغاية 6 سنين. أيوة. المفروض ترجع، ما تجيش بقى حد يقول لك لا خليها لغاية كذا. كانت الهدف من وراء هذا الكلام نصرة المرأة والمحافظة على خلاص اهو خدوا الاولاد، ايه اللي حل؟ ما فيش حل في هذه المساله. طيب ناخد اخر اتصال. استاذ احمد، السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اهلا بك. اتفضل. اسمحت انا عندي سؤال بس. تحت امرك اتفضل. عندي احضار النيه. استحضار النيه. احضار النيه في الصيام، يعني انا لو اخطات خطا معين يعني وانا عارف ذنبي على الخطا دوت يعني لا انا مش فاهم. اتكلم براحتك، يعني قول ايه اللي حصل. يعني هو اللي حصل ان انا عندي حق، يعني ارتكبت معصيه معينه وما قدرتش يعني، وعارف ان هتبطل صيامي وعملتها برضه، فهل صيامك باطل ولا لا يعني؟ يعني هل الصيام يعني الصيام يبطل؟ انت تقدر تقول لي المعصيه هي ولا كبيره من الكبائر ولا عادي؟ يعني هي تعتبر كبيره من الكبائر. في الصيام. يعني في الصيام، يعني انا على بس يعني ابوس ايدك تقول عشان الوقت خلاص. عشان الوقت. يعني انت عملت كبيره من الكبائر، هل صيامك بتتكلم بقى في الصيام؟ هي يعني حدث. طيب نتكلم احنا. اشكرك. نمشي بس بالترتيب الاول. اختنا سهام من استراليا بتسال حضرتك على موضوع التاكسي. هي اشترت تاكسي. الاداره بتاعت التاكسي لها نسبه في الاداره. فاذا كان الاتفاق ابتداء ان هو هياخد نسبه في الاداره، يعني للاداره هياخد نسبه معينه، فله ان ياخذ هذه النسبه كانت من الاول. لكن اذا لم يكن في الاتفاق ان ياخذ نسبه في الاداره، وانا سمعتها بتقول ان هو عمل الموضوع ده يعني كجدعنه او واقف جنبها او حاجه من هذا القبيل، وعند ذلك لا يجوز له ان ياخذ من ثمن هذه السياره شيئا. على اعتبار انه كان بيقدم خدمه من الاول. هو قال من الاول، ما قالش من الاول كده. لكن انا عايز اقول لها، لكن ده مش لا يصادف عرفا حتى. لا يصادف. لا عرفا كان هيقول لها انا هدير واخد 10%، انما هو ما قالش. يلزمها بقى حاجه انا عايز انصحها ان هي برضه تسيب له حاجه في 14000 فرق، ممكن تسيب له 4 أو 5 أو كلام من هذا القبيل. نعم، ليس ذلك بالوجوب عليها. مش واجب عليها. لا. لكن ممكن تديله هي حاجه عشان حق الاداره 4000 5000 حاجه كده يعني. تمام. من ال20 فهمت حاجه من الاستاذ احمد معانا في انه اذا ارتكب كبيره في نهار رمضان، اذا كانت هذه الكبيره زنا فإنه يستلزم عليه أمران. الأمر الأول الكفارة والقضاء، عليه يقضي يوم مكان اليوم، وعليه الكفارة اللي هو صيام 60 يوم متواليين. لا تاني كده، إذا كانت الكبيرة زنا التي فعلها في نهار رمضان فعليه أن يتم صيام هذا اليوم ثم يقضي يوما مكانه، وتلزمه الكفارة بصيام 60 يوم متواليين. 60 يوم ورا بعض. لو في يوم 59 يعيد. خلاص كده. ده بالنسبة إذا كانت الكبيرة زنا ويتوب